السلام عليكم. إلا كنتم من عشاق لازانيا أو لا لازان، أجي نحضروها جميع في الدار اليوم بطريقة ساهلة وبسيطة، وكتجي يا سلام، كتجي معلكة الصراحة، كتشهي وغير بطريقة بسيطة. خليكم معايا كما العادة نوجدوها جميع. نبداو على بركة الله. كناخدو مقيلة هنا، غندير الزيت والكفتة والملحة والابزار باش نوجدو لاصوص بولونييز، ونخليو الكفتة ديالنا حتى تشحر. كنزيدو عليها البصلة مشلضة، نخليوها تشحر شوية. كنزيدو خيزو اللي قطعته انا طريفات، يمكن لكم نتوما تحكوه، انا كيعجبني هكا مقطع طريفات، راه كيطيب دغيا. ومن بعد كنزيد لاصوص طوماط، صوص ديال مطيشه. كنديروا واحد الكميه معقوله، حيت ضروري داك الصوص بولينيز تكون شي شويه كثيره. وهنايا كنزيد شي شويه د الماء صافي، وكنخليها حتى طيب مزيان. وكندوز هنا نصويب صوص بيشاميل. كندير الزبده ومن بعد كندير فيها الدقيق، وكنخلطهم حتى كيتلبس لي داك الدقيق بالزبده مزيان كما كتشوفوا. صافي من بعد كنزيد الحليب. كنزيد في الاول غير بالتدريج باش ما حتى كيتخلط لي داك الدقيق مزيان. كنزيد شويه بشويه وانا كنخلط. ديما كنستمروا في التخلاط، ما كنحبسوش صافي حتى تخلط ليا الدقيق. كنزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وكنخلطهم مزيان حتى كيبدا داك الحليب كيسخن. عاد كنزيد الكميه اللي عندي ديال اللي بغيت ندير ديال الحليب كامله. صافي كنخلي هاد لاصوص بيشاميل حتى كتوجد. هنا وجدت لاصوص كما شفتوا، وجدت صوص بيشاميل. جبت الفرomاج، انا درت غير الفرomاج، نتوما ديروا اي فرomاج بغيتو. انا درت فرomاج ايدام. كناخذوا واحد المول كنديروا صوص بيشاميل ومن بعد صوص بولونييز وصافي. وكنديروا لازان ديالنا هكا الطبقات. انا راه ما كنسلقهاش، كنديرها هكاك. راه واخا كديروها هكا كتجي مزيانه صراحه، كطيب. ودوك الجوانب كنهرس وحده هكا وكنعمر صافي. وكنستمر الطبقه ديما كندير صوص بولونيوز، صوص بيشاميل، وكندير عليهم شويه ديال الفرماج. وكنستف لازان ديالي بحال هكا، وكنستمر حتى كنكملها كامله. ومن الفوق كندير لها طبقه خفيفه، وندير شويه د الفرماج وندخلها للفران حتى كطيب. ها نتوما كي جات